السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عاملة ايه؟ تقبل الله منك. ايه يا حبيبي، عملت ايه النهارده في الشغل؟ والله بصي النهارده كان يوم صعب شوية، بس الحمد لله يعني ربنا رضاني. ما تقلقش يا حبيبي، انا كده كده دعيت لك وربنا يفرجها عليك ان شاء الله. طب ماشي يا حبيبتي، انا دلوقتي هقوم بقى ايه اعمل مكالمة كده عمال تجهزي لي الغدا، تمام؟ ماشي يا حبيبي، عينيا حاضر. ربنا يرزقك يا رب يا احمد. انا عارفه انك شايل كل حاجه، بس ان شاء الله ربنا يكرمك. الو. الو، ايه يا احمد؟ بقولك يا ريس، انا كنت عايز بس سلفة صغيرة كده من الشغل لان انا الدنيا صعبة قوي معايا اليومين دول. ما انت عارف يا احمد ظروف الشغل عندنا عامله ازاي دلوقتي، هسلفك ازاي؟ احنا في رمضان والدنيا مش احسن حاجة انت عارف يعني وكده، فمعلش بس لو 3000 جنيه بس امشي بيهم اخر 10 ايام دول. 3000 جنيه يا احمد؟ ده احنا ما طلعناش خير في السنه دي اصلا. هنعمل ايه بس؟ ما انت عارف ظروف الشغل يا احمد. انا اسف مش هقدر اسلفك حاجه. طيب ماشي يا ريس. مش عارف اعمل ايه دلوقتي يا رب، يعني داخل 10 ايام في الشهر والدنيا صعبة. افرجها من عندك يا رب يعني. خير. اروح اتغدى بقى وشوف صفي عملت ايه. ماشي. الو. ايوه. اخويا حبيبي، يا بنت عايزه ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بقولك يا بنوة، ممكن تيجي تقعد معايا شويه؟ انا مشغول دلوقتي بس يعني ممكن اقدر اجيلك. معلش، اختك بقى عايزاك في حاجه كده. حاضر ماشي، هحاول والله. ماشي، مستنياك. باي. باي. ايوه. حبيبه قلبي قلب اختك، تعال. الحمد لله، انت وحشني اكتر. اتفضل. ايه يا بنتي جميله عامله وشي ليه؟ ترن عليا ومستعجلاني، غريبه يعني، في ايه؟ بص، انا بصراحه جايبك بس عشان عايزه فلوس من الورث بتاعي. ورث ايه؟ ورث ايه اصلا انت جاي تتكلمي فيه بعد السنين دي كلها؟ يا بنو افهمني يا بنو، انا محتاجه قرشين، عندي مشكله عايزه احلها. انا كده كده مش عايزه الورث بتاعكم اصلا من زمان. كان على عيني، انا لو عليا هديكي الفلوس كلها، بس انت عارفه بيرو وغطاه. بعدين الفلوس اللي بتتكلمي فيها دلوقتي الدنيا صعبه. بص يا بنو، انا كنت متعشمه فيك، خصوصا ان انت اخويا وسندي. هي المشكله ان احمد عنده مشكله في الشغل، وكنت عايزه ازق معاه، بس على كل حال شكرا، مش عايزه منك حاجه. بص يا صفي، فكك من الحاجة والصعبانيات ده عشان مش لاقي عليكي اصلا، تمام؟ وانا لو معايا فلوس الصراحه هديكي عشان عارف ظروفك، بس ما اشوفكيش بترن عليا تاني، ماشي؟ تكير. احمد، ايه يا حبيبتي؟ بص يا احمد، قبل اي كلام هقوله، خد الخاتم ده. خاتم؟ هاخده ليه اصلا منك يعني؟ ليه بتقلعيه دلوقتي؟ بص بصراحه، اصل انا سمعتك بتتكلم في التليفون، وعارفه ان الدنيا مزنقه معاك، واحنا في اخر 10 ايام في رمضان، فانا قلت ازق الدنيا معاك عادي يعني. عشان كده كنت جايب اخوك دلوقتي يقعد يتكلم معاكي وسمعتكوا على فكرة، بس كان ممكن تيجي تتكلمي معايا وتشوفي ان انا ممكن اقدر احل الموضوع ده ولا لا. من امتى وانا خليتك محتاجة حاجة؟ بص، ما تسالش مني يا احمد، بس انا كده كده انت عارف ان انا ليا ورث عندهم، فانا حاولت كده عشان عارفه انك مزنوق، بس ما لقيتش حل غير ان انا اديك الخاتم. طب بص يا ستي، انا كده كده مش عايز منك الخاتم ده، تمام؟ فانا هعرف اظبط كل حاجه والدنيا هتبقى زي الفل، وما تقلقيش انا كده كده ليا طريقتي وربنا بيرزقني، فما تخافيش من حاجه، انا كده كده معاك اهو. برضه خليه معاك، انا كده كده عارفه ان الدنيا مزنقه معاك، وعارفه كمان ان اللي عندك هيزيد. ماشي يا حبيبي؟ ايه ده؟ الو. ايه يا احمد عامل ايه؟ ايه يا ريس، اخبارك؟ بقول انا كله تمام يا حبيبي والله. بقول لك ايه، انا جاي لك البيت حالا. طب في ايه بس؟ اول مره تجيلي كده بسرعه. في مفاجاه عايز اقول لك عليها بصراحه. بجد؟ اه والله بجد جاي لك حالا. طيب مستنيك. ماشي يلا، سلام مستنيك. سلام. ايه يا حبيب قلبي عامل ايه يا ايه؟ ريس، عامل ايه؟ حبيبي اخبارك؟ يا غالي والله.
امسك بقى الشنطه دي، فيها كل حاجه حلوه بقى انت ايه عايزها. طب فهمني بس بالراحه في ايه؟ هتعرف لما تفتح الشنطه. تعوز مني حاجه؟ عشان عندي شغل بقى ومشغوليات. انا حبيت طيب. افرحك بس واجي الفرحه الكبيره هنا بقى. ماشي؟ تعوز حاجه؟ طيب ماشي يا ريس، شكرا. يا ترى الشنطه دي فيها ايه؟ طب اشوف. هو ايه الشنطه اللي هو اداها لي دي؟ يعني هو قال لي فيها حاجه ايه ده؟ ايه الورق ده؟ الشيك ده؟ مش فاهم حاجه. بص يا احمد، انا حبيت اعمل خير معاك بطريقه غير مباشره. انت لما كلمتني وقلت لك ان احنا ما عملناش خير السنه دي، ان الشغل مش احسن حاجه، ده حقيقي فعلا. بس حبيت اعمل معاك الخير لان انت وقفت جنبي كتير وفي الشغل برضه، واثبتت جدارتك كذا مره. فحبيت اعمل معاك حاجه حلوه وافرحك. على فكره، الفلوس اللي اديتها لك في الشيك دي مني انا، ملهاش دعوه بالشغل ولا لها دعوه بالراتب بتاعك. بس حبيت افرحك واعمل خير على الاقل، لاني ما عملتش خير في رمضان ده حتى. ويا عم مش عايز منك حاجه كمان. مديرك في الشغل محمد. ربنا يخليك يا ريس، والله ما كنتش عارف هعمل ايه. هقوم افرح صافي. اتفضلي يا ستي. ده ايه ده؟ بص يا ستي، ده شيك جالي من الشغل، والدنيا كلها اتحلت واتظبطت اليومين دول. وفي حاجه كمان، الخاتم بتاعك.